بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة لو مش مشتركين، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. كده النهارده فيديو كده روتين، فيديو بسيط كده حبيت اشاركه معاكم. اول حاجة كده فطرت كده كوباية شاي بلبن وواحدة توست كده بالجبنة وخيار. فطار خفيف كده عشان نعرف نقوم نعمل شغل البيت. النهارده بقى كده الدور على أوضة النوم بتاعتي. أنا كنت بصراحة منضفة تنظيف عميق من فترة، ولازم كل كده أسبوع أو أسبوعين أعمل أوضة في البيت عشان تفضل نظيفة. باخدها كده الخشب الأرض كله. فقلت بقى الدور النهارده على أوضتي، فقلت أشيل بقى كده السجاد أطلعه على السطح يتشمس. كان الجو يعني اليوم ده كانت الشمس حلوة جدا، وطلعت كده المخدات كمان على السطح واديته تنفيضة كده حلو، ومسحته كمان بفرشة كده بشوية من الدوني علشان يبقى ريحته حلوة. وبدأت بقى أمسح كده الأوضة بمعطر برضو في الأرض، ومسحت الخشب وقلبت المرتبة. لازم كده من كل فترة والتانية أقلبها. وكمان دخلت المروحة اللي كانت موجودة هنا تحت السرير علشان ملهاش مكان غير تحت السرير. خلاص بقى الجو برد وشلنا المراوح. شلتها وقلبت المرتبة وكنست الأوضة. وكمان بفرش بقى كده ملاية جديدة وهمسح الأرض. وبعد كده هلمع الخشب وهلمع المراية وأعطر الأوضة، وكده تبقى الأوضة معانا جاهزة. وطبعا عملت الأوضة وطلعت على الصالة برضو عملتها، لأن الصالة احنا بنقعد فيها. وكل يوم بعمل أوضة كده علشان ما تتكومش عليا شغل البيت كتير، لأن بعمل أوضة وجنبها الطبيخ والمطبخ وترويق المطبخ والمواعين والكلام ده، وطبعا الحمام ده أساسي كل يوم. خلصت كده. طبعا انا ما فرشتش المخدات لان المخدات على السطح في الشمس. سبتها طبعا في الشمس بقى كده ساعتين ثلاثة. وهنا بدأت امسح الخشب كده. انا عندي هنا الكومودينو ما عليهوش ازاز علشان ولادي هم صغيرين كسروه، فما رضيتش بصراحة اجيب غيره. فكله كده كان متكسر، فحلو جدا كده من غير ازاز، حلو قوي. فلمعت كده الكومودينيات معايا هنا مورال اللي هو ملمع الازاز. لمعت كده قصدي الخشب لمعت كده بيبقى ريحته حلوة جدا. لما بتلمعي بيه بيدي كده ريحة في الأوضة حلوة جدا. لمعت بقى كل كده الخشب الموجود، الدولاب والتسريحة والكومودينو. ومسحت السرير كمان عشان هو كوبوتونيه، فمسحته كده بفوطة فيها شوية من الدوني عشان يدي ريحة حلوة كده. ولمعت الإزاز بملمع الإزاز ورجعت كل حاجة زي ما هي. والمخدات كده والسجاد فضل على السطح لمدة 3 ساعات أو 4 كمان. وبعدين طلعت كده جبته ونزلت فرشته على طول، وعطرت الأوضة وقفلتها ودخلت على المطبخ، لأن النهاردة كمان كان الغدا محشي. فكل ده طبعا قبل الظهر كده تقومي بدري كده تخلصي شغل بيتك من بدري كده احسن حاجة كده، ويبقى كلك نشاط وحيوية. فبصراحة كنت قايمة بدري اليوم ده، خلصت كل حاجة كده بدري. وكمان طلعت كده المفرش القطيفة ده عشان الجو كان برد. فحطيته كده على السرير وشلت الكبرتاية غسلتها. وطلعت المفرش ده علشان نتغطى بيه بالليل، الجو بيبقى برد بالليل. فطلعته كده. طبعا كنت مطلعاه من الدولاب وحطيته برضو في الشمس مع المخدات. فطبعا ريحة الشمس كده وانتي نايمة على المخدة ريحة كده حلوة، والأوضة بقت ريحتها حلوة جدا. فكنت كمان فاتحة الشباك الأوضة تتهوى. ونضفت كل حاجة. ده الكيس ده في العلاج بتاعي حطاه هنا عشان منساهوش. وفرشت كده ونضفت الدنيا وخليت الأوضة زي الفل. وهديها بقى رشة كده من المعطر. وطبعا غيرت الباسكت، الكيس الباسكت. وهقفل بقى الشباك وهعطر كده وهطلع واقفلها علشان تفضل نظيفة والريحة فيها. وهنا بقى بعد ما خلصت كده الأوضة كان عندي كده ربطة من الملوخية قطفتها كده وأنا قاعدة قدام التلفزيون. وبعد كده طلعت كيس من ورق العنب كده حطيته في مية سخنة بشوية زيت وعصرة ليمونة. كنت قبلها بيوم مقور البتنجان والكوسة. وكنت عاملة كمان المحشي، تخديعة المحشي.
كنت عاملاها قبلها بيوم، فعشان كده كان المحشي اليوم ده سهل عليا عشان عارفة ان انا هقوم اعمل الأوضة هنضفها. كان عندي برضو شوية ممبار، وهنا كنت حاطة كده قرنين من الفلفل الرومي هحشيهم بيبقى حلو جدا في المحشي. وكان معايا هنا ديك كده بلدي، قلت اعمله بقى جنب المحشي. الحاجات دي طبعا بتسهل عليكي كده الوقت لما بتعمليها من بالليل، وتبقى منظمة وقتك وعارفة هتعملي ايه الصبح، هتقومي من النوم تعملي ايه وتخلصي ايه، فبتسهلي على نفسك. فهنا جبت كده حلة على النار، حطيت فيها معلقة من الزبدة وحبهان ومستكة وورق لورا، وهحط بقى الديك يتسلق وتشوح كده، عشان احنا طبعا عايزين الشوربة بتاعته. حطيت بصلة وطماطمايه، كتفت كده الفرخة بتاعتي، وهديها التشويحة من كل الجوانب كده قبل ما احط المية بتاعتها. انا بحب اعملها كده. و في ناس بتعمل لها مية سخنة تغلي كده وتنزل بيها، بس انا بحب اشوحها الاول. اديته كده تشويحة، هنزل بقى بالمية بتاعته كده و هغطي عليه لحد ما يستوي. وهنا زي ما قلت لكم كنت عاملة الصلصة بتاعت المحشي كده والخضرة، وحطيت بس كده الرز عليها. والصينية اللي كنت عاملة فيها التسبيكة هحط فيها بقى الكوسة والبتنجان، لان هعمله في صينية كده عشان اعرف ادخله الفرن، لاني بحب احمر وش الكوسة، لان الولاد مش بتحب تاكلها غير متحمرة جامد كمان. فهحشي بقى كده الكوسة والبتنجان وكام واحدة الفلفل ده وشوية الممبار اللي كانوا عندي، وكمان ورق العنب، كله كده في حلة واحدة. وكان فاضل رز كمان، عملت كده شوية كرنب، فعملت الكرنب وورق العنب في حلة واحدة، والكوسة والبتنجان في الصينية، وهدخلهم الفرن ياخدوا لون. وعملت شوية ملوخية والممبار، وكان غدا حلو جدا. هحشي بقى كده وانا قاعدة طبعا، عشان مش هقف كده هحشي ده كله. وكانت الفرخة خلاص دخلت في سوا، وخدت كده الشوربة بتاعتها حطيت للمحشي، وادي ورق العنب بالكرنب. وبعد كده سبت المحشي يستوي على النار ويرد كده، وطيت عليه. وكان عندي غسيل شيلته وحطيت غيره، طبعا الغسيل ما بيخلص، كان عندي كمية كتيرة فشلت اللي كان موجود نشف يعني وحطيت غيره. وبعدين كده دخلت تاني حمرت بقى، كانت الولاد جت من الدرس، حمرت بقى كده بحمر بقى كده الفرخة. وهنا الشوربة عشان هعمل الملوخية، وكمان الممبار كنت سلقته وطلعته وهو حمره بعد الفرخة. وصينية الكوسة دخلتها الفرن زي ما انتوا شايفين، حمرتها عشان هما بيحبوها كده. وهبدأ بقى أغرف. وكان النهاردة يعني كده يوم بسيط حبيت أشاركه معاكم. وحطيت بقى كله كده في صينية واحدة، وحمرت كده الديك كده ورشيت عليه ملح وفلفل، أنا بحب أحط عليه ملح وفلفل. وكمان الممبار بحب أحط عليه ملح وفلفل. وحطيت كله كده في صينية واحدة، وحطيت كده واحد بولة من الملوخية. نروح نتغدى بقى، والحمد لله غدا حلو وبسيط. فبعد الغدا طبعا كنت عامله لهم ده ليزي كيك ببسكوت المدرسه، بيبقى كتير عندنا بقى، فعملت لهم ليزي كيك كده من قبلها بساعتين، وحطيته يجمد عشان بعد الغدا كده في السهره ياكلوا منه. فكان ابني كده عايز قطعه، فحطيت له كده، قطعت له كده وحطيت له، واللي عايز قطعتين حطيت له. وده الحلو بتاعهم بقى النهارده. وده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.